رحم على شهداء الثورتين التونسية والليبية. بعد ذلك أرحب بضيوفنا الكرام في بلدهم الأول تونس، ونبارك لأنفسنا ونبارك للشعب الليبي بهذه الثورة المباركة وهذا الإنجاز العظيم. لا زال النظام فاسد، لا زال ديكتاتورية استثنائية في التاريخ، ونحن في الحقيقة لم نفاجأ على الإطلاق بعظمة هذا الشعب وشجاعته وشموخه، فنحن على اطلاع على تاريخ الشعب الليبي، وقد كان كما عهدنا دائما شجاعا وشهما صابرا، استطاع أن يزيد هذه الغمة، ونتمنى أن يوفق في بناء دولة عصرية حديثة ديمقراطية. أذكر أيضا بأن معارك الشعب التونسي كانت دائما هي معارك الشعب الليبي، كما أن معارك الشعب الليبي كانت دائما هي معارك الشعب التونسي. نذكر بالاحتلال الفاشي كانت المقاومة تنطلق من تونس، وكذلك في مقاومة الاحتلال الفرنسي كان دائما المقاومة والدعم والإسناد يأتي من الشقيقة ليبيا. ورغم إيماننا بأن الشعوب العربية بصفة عامة هي تكاد تكون شعب واحد، إلا أن هذه الحالة تتأكد خاصة بين الشقيقين، الشعب الليبي والشعب التونسي، لأن العلاقة فيها كثير من الحميمية وفيها كثير من الخصوصية، وهي حقيقة لا نبالغ إذا قلنا بأننا شعب واحد في دولتين. في إطار هذا الإيمان بالوحدة، هذا الإيمان بوحدة المصير في المستقبل، هذا الإيمان بواجب التضامن، هذا الإيمان بواجب الإسناد والدعم، تنادى جملة من الكفاءات والخبرات التونسية كانت كلها مهمومة ومهتمة بالشعب الليبي قبل انطلاقة الثورة وبعد انطلاقة الثورة وبعد تحقيق النصر. أنا زرت ليبيا سنة 2000 وحقيقة أحسست بأني لست في دولة مغاربية، دولة نفطية، دولة لها ثروة بشرية هامة، ولها ثروة كذلك نفطية هامة جدا، دولة مدمرة، بنية أساسية محطمة. وأنا قلت في تاريخها أن هذا الشعب العظيم تعرض إلى تدمير ممنهج على امتداد 40 سنة كاملة، ولو أن دولة أخرى خارجية ربما فصلت ليبيا بالسلاح النووي لما أضرت بها كما أضر بها القذافي. لذلك فمهمة البناء، مهمة التأسيس شاقة وتحتاج حقيقة إلى طاقات استثنائية. نحن في ليبيا يجب أن نعيد بناء كل شيء من جديد، بناء مؤسسات الدولة من جديد، بناء مؤسسات المجتمع المدني من جديد. المجموعة التي ارتأت أنه من واجبها الديني والأخلاقي والوطني والقومي أن تضع خبراتها تحت تصرف الشعب الليبي بطبيعة الحال تبرعا منها ودون التفكير في المكافأة أو الجزاء المادي. الخبرات هي حقيقة متنوعة، تشمل كل الاختصاصات، كل الميادين، تضم نخبة من الكفاءات التونسية المشهود لها على المستوى الداخلي والمشهود لها على المستوى الخارجي والدولي. نرجو أن تلقى هذه المبادرة التجاوب، ونرجو كذلك أن نوفق في تقديم المساعدة والمساندة والدعم الضروري لشعبنا الليبي، والله ولي التوفيق. وأحيل الكلمة الآن إلى الأخ والصديق خليفة عبد.
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أرض تونس الحرية، من أرض تونس الكرامة، من أرض تونس الأصالة والشهامة، من تونس الشعب الأبي، الشعب الكريم، الشعب الوفي، الشعب الأصيل، الذي فتحوا لنا قلوبهم قبل أن يفتحوا لنا بيوتهم، وعاشوا معنا المشاعر والأحاسيس والآلام والأفراح. وهذا ليس بغريب عن الشعب التونسي الأبي. ولا ننسى أن نقول إن من تونس انطلقت شرارة الثورة، ووصل عبير شداها إلى كل قطر عربي يعاني من الظلم والاستبداد والتهميش والتخلف والإقصاء لحكام المستبدين. أقنعونا كشباب عربي بأنهم الأقدر والأقوى والأفضل والمفكرين والعلماء والحكام والأبديين، ولا يوجد سواهم على الساحة العربية، حتى دب في نفوسنا اليأس بموت أمتنا العربية وبموت مستقبلنا. وأصبحت كل التقارير الدولية تضع هذه الأمة في نظرة تشاؤمية مستقبلية، إلى أن انطلقت الثورة التونسية المباركة ووصل شداها إلى كل الشباب العربي، ووصلت إلى مصر العمق الاستراتيجي، ثم انتقلت إلى ليبيا التي تعاني من الكبت لأكثر من 4 عقود. فسطر الشباب العربي أروع ملحمة في التضحية والفداء من أجل الكرامة والحرية والإنسانية، وعطروا بدمائهم الطاهرة كل أرض الوطن، ولا سيما في بلدي الحبيب ليبيا التي دفعت ثمنا كبيرا لما عانته من الاستبداد من هذا النظام. ولعمري إنني أستذكر ما قاله الشاعر نزار القباني عندما كان يصف حكامنا ويقولون: أنا الأول وأنا الأمثل وأنا الأعدل وأنا الأجمل وأنا بدر الدجى وبياض الياسمين. وعندما كانوا يقولون: إذا فكرت في الاستقالة نهاني ضميري، من ترى بعدي يحكم هؤلاء الطيبين؟ فكانوا يعتقدوننا طيبين مغفلين، وهم حكموا البلاد والعباد بقاعدة الظلم والفساد والعياذ بالله. سطر شبابنا أروع ملحمة في التاريخ، وتعرضوا بدمائهم الطاهرة وصدورهم العارية للقذائف والرصاص والتنكيل والتعذيب. ففر الأول خائفا مذعورا، وتنحى الثاني يائسا يترقب، واختفى الثالث مجرما مطلوبا. وسنلاحقهم جميعا وسيلقون عقابهم بإذن الله. وعلى ذلك ستكون شاكلة وعقوبة كل ظالم مستبد جبار عنيد طغى على الشعب العربي. فاليوم ونحن في تونس الحرية يحق لنا أن نفرح وأن نهني أنفسنا بانتصار الثورة الليبية وبانتصار الثورة التونسية قبلها والمصرية، والعاقبة إن شاء الله لباقي الدول العربية التي تعاني من الظلم والاستبداد والقهر والتعذيب. فإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إزاحة الدكتاتوريات كانت حلم جسيم كنا نتوقع ألا يحدث، ولكنه بفضل الإرادة والتصميم والتضحية تحقق هذا الحلم، وأزحنا دكتاتوريات غاشمة كانت على صدورنا لعقود، استفحلت وبنت حصونا وقصورا تحمي نفسها لاستباحة هذا الشعب العربي العظيم. وبذات الهمة وبذات الإرادة سنبني بلداننا، ستبنى تونس على أسس من الحرية والكرامة والديمقراطية، وستبنى بلدنا ليبيا على أسس من الحرية والتقدم والبناء. ونحن اليوم عندما نتحدث عن هذه الدكتاتوريات نستذكر قليلا من التاريخ. نستذكر أن اتحاد أوروبا قام على أنقاض انهيار الدكتاتوريات، فانهارت الدكتاتورية الفاشية
والنازية، وبنيت بعد ذلك أوروبا. القرن ال18 كان للثورة الفرنسية، والقرن ال20 كان للثورة الروسية والصينية. وسيسجل التاريخ أن القرن ال21 سيكون للثورة العربية، وسنرسم مستقبل هذا العمق العربي للجميع، لأنه مع وجود الدكتاتورية لا يمكن أن يحدث التقدم. والدليل على ذلك هذا الترابط العربي الأخوي الذي عشناه على مدار الأشهر الماضية مع الشعب التونسي، الذي أقوله بكل فخر أنا سعيد جدا بوجودي في هذه الساحة العربية بما لقيناه من ترحيب وترحاب وسعة صدر، وعايشونا الآلام والأفراح والأحزان حتى شعرنا بأننا جسم واحد ولم نعد نشعر بالحدود المصطنعة. هذه هي الوحدة التي كنا نحتاجها، ليست وحدة الدكتاتوريات والأوراق التي كانوا يمررونها، وحدة الشعوب الحقيقية. وليس أدل على ذلك من اجتماعنا هنا اليوم، من هذه المبادرة المباركة التي يسطرها خبراء تونس وأساتذتها، والمجال مفتوح لغيرهم لمساندة الشعب الليبي، اقتناعا منهم بوحدة الانتماء ووحدة المصير. وإنما عندما تبنى ليبيا سيكون الأثر بالغا لتونس، وعندما يكون تونس مبنية على أسس من التقدم فالأثر والنتائج ستصل إلى ليبيا. لنطوي صفحة الماضي بما فيها من اضطراب وفوضى وقمع وتعذيب، ونفتح صفحة المستقبل المشرق بإذن الله يدا بيد. نمد إلى أنفسنا إلى اليد العربية التي تحرص علينا للوصول إلى بر الأمان. ولا يسعني إلا أن أستذكر عظيم شرفي وامتناني لتشريفي بوظيفة نائب رئيس هذه اللجنة ومنسق الاتصال بين البلد الواحد تونس وليبيا، أملا في بناء مستقبل واعد لبلدينا. والشكر موصول للإخوة الخبراء الذين شرفونا بحضورهم والضيوف الكرام للإعلان على هذه المباركة التي لاقت مباركة من السيد رئيس المجلس الوطني الانتقالي، عندما كانت فكرة في أذهاننا ونحن نتناقش في تونس مع الإخوة الأشقاء عن الوضع في ليبيا وعن مستقبل ليبيا وعن خوفهم وحرصهم الشديد على هذا الوطن، على هذا الجزء الاستراتيجي من ليبيا، ليس بأي دافع إلا بدافع النخوة والشهامة. فلاقت هذه الفكرة وهذه المجموعة مباركة السيد رئيس المجلس الانتقالي. نأمل أن تكلل بالنجاح، ويكفي الشعب التونسي شرفا وقوفه، ويكفيه أيضا تقديمه لمثل هذه المبادرة. وأشكركم، والله أكبر، والعزة للإسلام والمجد والشرف للشهداء والخزي والعار على الخونة والعملاء. شكرا لكم.